وهلأ صار وقت ندوق الكبة. ورجيكم اياها من جوا. يا سلام، يسعد لي صباحكم وكل اوقاتكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم تيتا مي محضرت لكم اكله كتير صحيه وطيبه، اكله من الساحل اسمها كبيبات بسلق. كتير رح تعجبكم، صحيه وطيبه وسهله. اول شي رح نعمل العجينه البرانيه. كوب برغل ناعم، بدكن ابيض بدكن اسمر، وقده كمان سميد كوب. عندي معلقه ملح ومعلقه كمون. نحركهم منيح اول شي، وبدنا ننقعهم بمي سخنه غليانه. رح احط فوقهم كاسه لانه كل برغل بياخد شكل وكل سميد بياخد سوائل شكل. بحط لحد ما تصير معي شبه عجينة. وهلأ منغطيها نتركها نص ساعة أقل شيء. وهلأ للحشوة بدنا سلق يكون بلدي وورقته ناعمة، ما بدنا. وهدول العروق كلياتها بنشيلهم، فرمتهم ناعم من دون العروق تبعهم. وهلأ باخدهم على مي غليانة، بس بحطهم بالمي وبشيلهم دغري على المي الباردة، شي انهم يدبلوا. وهلأ بعد ما شلتهم من المي الباردة بعصرهم كتير منيح مشان ما يصفى فيهم مي. وحطيت هون كاسة زيت زيتون، وفوق منها بصلة مفرومة ناعمة كتير، بس شوي ليصير لونها زهري. وباخدها مشان حطها فوق السلقات. وبعد ما سويت البصلة بنضيفها فوق السلق، بنحط لها معلقة ملح، طبعا الملح حسب الرغبة. بنحرك كتير منيح مشان يفرد معنا السلق تمام. أنا ما بحب ضيف لها للحشوة غير هيك، وهي هيك أصولها. في ناس بحطوا لها دبس رمان بالبقلة، بس للحشوة أنا بس بصل وزيت على أصولها، يعني أكلة مثل ما كانوا يعملوها من دون تعديل. وهلأ البرغل انتقع عندي تمام، صار طري هو والسميد. هلأ بدي ادعكها منيح مشان احسن اعجنها. واذا طريت معك ما تخافي، كمان حطي لها رشة طحين تزبط معك. وهي صارت عندي العجينة احسن ما يكون. بدك تختبريها، اذا ما شققت معك تمام. ما في اسهل من هيك. وهلأ هيك بعد ما خلصناهم كبكبة صاروا جاهزين لناخدهم على السلق. وهلأ حطينا المي لنسلق الكبة يلي سويناها. رح احط 3 معالق ملح، ما رح كتر كتير مشان ياخدوا راحتهم، شي 6 7. ما رح احطهم كلهم دفعة واحدة، بدهم شي 10 دقايق. وهلأ خلصت اول وجبة. بس شفتي كباية واحدة طلعت لفوق معناتها استووا، فورا نشيلهم نحطهم دغري بالمصفاية لا يبردوا. وخلينا نروح هلأ نحضر الصوص يلي بدنا نحطهم فوقه بين ما تستوي هي الوجبة. وهلأ لحتى نحضر الصوص تبع الكبيبات يلي هو بيجيب نكهة الأكلة كلياتها. ثوم مدقوق، معلقة عصير ليمون، فنجان قهوة، معلقة دبس فليفلة، ودبس الرمان اختياري يلي بدكم اياه. نحرك كتير منيح، ما بدها ملح لانه مع الثوم وقت اللي دقينا في ملح. وهيك الصوص هلا تخلط منيح. هلا بدنا نغمره بكاسة زيت زيتون، اطيب شي فيه زيت الزيتون. وهيك صار عنا الصوص جاهز. ورح اورجيكم هلا كيف رح ناكلها، كيف طريقة التقديم. وهلا رح نوزع الصوص. اول شي نوزع هيك، وهلا وقت اللي بدنا ناكلها نحط بقلبها. رح اورجيكم شلون. وهلا صار وقت ندوق الكبة. اورجيكم اياها من جوا. يا سلام، صوص ان شاء الله الف صحة وعافية. اذا عجبتكم الاكلة خبروني بالتعليقات، ويا ريت تشتركوا بالقناة، تعملوا لي سبسكرايب ولايك، وكومنتاتكم كتير بتهمني لحتى توصلكم اكلاتي الطيبة. ان شاء الله الف صحة وعافية.